بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعني أول حاجة يعني نشكر الموظفين حق التلفزيون، ونحن بالساحة الجالية مدرسة الجالية قصدي. وأبدأ يعني من ناحية أنا أولا يعني عبد العزيز محمد قايد، مسؤول الصحة للاجئين اليمنيين، وجالس في مستشفى الحنانو. أول كان يعالجوا معالج يعني كويس زي الناس. الفترة الأخيرة بدأت يعني إيش مشكلة معانا العمليات، قالوا يعني وقفوها 28 شخص بحالتهم خطيرة، وقدمنا يعني إنه يعني يعملوا بأسرع وقت، لكن ولا عملوا أي شيء. وثاني حاجة قالوا يعني بنعالجهم بشهر واحد بشخص، ومش معقول الإنسان بيمرض بأي لحظة. المفروض يعني زي بوصاصة وهرقيسة يعني مفتوح لهم مجانا، قالوا يعني أي يعني لاجئ يمني يعني يعالجوا إذا هو مريض فعلا. أما يقولوا يعني شهر واحد مش معقول. لما واحد يعني عيونه ما يشوف حاجة وفي آلام يعني حساسية بيقولوا بنعالجكم يعني شيء واحد. هذا واحد. ثاني حاجة في ناس معاهم يعني فشل كلوي. وثالث حاجة معاهم يعني في نسوان بعدهم أكياس يعني مي في بطونهم. ومعانا حرمة اسمها يعني وردة معها مرض السرطان، وأنا أتابعهم إلا حلنة. وقابلت الوفد حق السعودية ووافقوا هي ملكة سلمان إنه بيعالجوا مجانا على حساب ملكة سلمان. والقائد الحين مدري يعني إذا جاوا الفلوس ولا لا. إذا جاوا هم بيتحاسبوا، شيء يعني يرجع لهم. المهم شيء اللي نطلب إنه يعني تتدخل الحكومة الصومالية رجاء بالرئيس فرماجة يعملنا حل وهمومه حق اللاجئين. السلام عليكم ورحمة الله. نحن اللاجئين اليمنيين داخل مقديشو ومظلومين من اليو إن. كنا في السفارة اليمنية عايشين ناكل ونشرب، واتفقوا أن يخرجونا يعني من السفارة يدفعوا لنا إيجار شهريا. أعطونا 6 شهور فقط، غيرها ما فيش. والآن نحن مرقمين في الشوارع، لا إيجارات لا راشن ولا أي حاجة. وثاني حاجة يعني حق الملك سلمان لا نستلم أي حاجة من الملك سلمان، كذابين. المستشفى يقولوا الملك سلمان، كذابين، مؤامرة. المدرسة يقولوا الملك سلمان، كذابين، كلها مؤامرة. ما فيش يعني أي حاجة الملك سلمان، هذه كلها إشاعات. حقة الملك سلمان يستلموها أصحاب ليون ويأكلوها أصحاب ليون، اللاجئين لن يستلموا أي حاجة. وثاني حاجة استدعانا اليون لهناك لعندهم نوقع على الشهادة حقة بصاصة على أساس إنه يسحبوا المياه الشهريا الذي يستلموها في بصاصة، نستلمها نحن هنا في مقديشو مقابل الشهادة حقة بصاصة. وعندنا إثبات، عندنا أوراق وقعنا عليها الورقة. لا هذه الشهادة حقهم الكذابة 45 يوم، كل يوم 45، كل يوم يعطونا 45 يوم هذه الشهادة. وحقة المياه لنا 2 لليوم هذا لن نستلم المياه حق الشهادة برضه المياه. واللاجئين كلهم مرقمين وكل شيء. يعني بصاصة يستلموا، هرقيسة يستلموا، ونحن ما نستلم أي حاجة من حق الملك سلمان. ولا نسمع أن قابل الملك سلمان حاجة كذا. يعني قرروا يصرفوا لنا حق مشاريع 1000، كذابين. ما أعطونا 1000، أعطونا راشن بتاع من 700 داخل السوق، كذابين. وين 1000 دي أعطونا إياه؟ يعطوك راشن ب700 وقال لك ها بيع. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Cali Maxamed, waxaan ka mid ahay guddiga qaxootiga. daraad idaacan ka hadlay, maanta idaacada labadan ka hadloono way. anaga meeshaan waa ku rafaasannahay, wax dhibaato waaweyn bayaan ugu haysato. waxaan ugu haysato inaan anaga lagu magacaabo inuu Malik Salmaan na siiyo bil kasta lacag. anaga lacagna ma siiyaan Malik Salmaan. waxaan ka haysan mal wala guri jaar kama haysani, wala waxaan ka haysan mal wala lacag bil kasta masruuf ma ka haysanin, raashin kama haysani. فهمنا ولا يوعك وحن كايسنا ماله هيئة خرنكا USSR وحن كايسنا ماله أنا فهمنا اللي بعته وين بقالنا وهيستاريا فهمنا ثانيا وحواي أنا ماشي عن مطالبات نكون هاي دولة الصومالية تذكر أنا بنت نقول وضع هيئة يوعنك هيئة خرنكا إن أنا قبطان حقوقين كامل السيان فهمنا أما ودن كنا نقول لابد بتمان واحد كان كدورين ماله أنا فهمنا ثاني كلام الميل سكوك عنيق خاصة عن لحل من قبا لحلين المسكوك وكبحث ذانيق وحاول بحث واحد برشة كم هيستان
waxbarasho fiican kuma haystaan waxaa laga ballan qaaday xaquuq kaamil la sii ilmaha waxay siiyaan ma leh labada beri koo iskoolka la bilaabay waxaa la siiyey caano iyo buskut caanihi buskutkeeda waa laga goostay dharkii iskoolkii waa laga gooye buugaag fiican ma haystaan buugaagtii muraajacada guriga ku muraajacaystaan ma haystaan waxaasoo dhan lacag lagu cunayo anaga ma haysani baamno hal qalin gacantaa laga saaray cunuga baahan gurigiisa soo baxa iskoolku dhigana ii sheegay cunugeeda baahan yahay guriga uu soo baxa iskoolku dhigana ii sheegay وصباحدي الله بس هالساعة ماشان لقربه شباب قراء لو كيا إلا لحسة ديس ساعة سكولك في الجورنال أو صباحي إيمانه المية سكولك وكرهت عنيك فهمنا واحد نبات وين أنا جايسة دول الصومالي وحن كبره هنا أنا إن حلوا صوبي هدي حلوا هيننا ولا ليالو ودن كأنه عليا صواريخ دي ملك سلمان وزوج مركو هنقول عضو ما شاف نورونا أنا تصبح على خير. السلام عليكم ورحمة الله. بعد السلام وحد مسجد أدري حكومة فيدرال كصوماليا بريسيدنت فرماجو رئيس الوزراء غيره صوماليا ما أنت ما مدنان إن اليمنيين تسيدا دولك يوديدو يمن بقول كيبا بقول صومالي والوسود ويا مدحنا الله ساري ما أنت جوابت هذا يسيدا النقطين مراكب وصدرة اكو عليا مدفع سعودة نرش ما أنت يكون جرانو والسلام عليكم. بداية نشكر الصومال حكومة وشعبا على حسن الاستقبال. احنا اللاجئين اليمنيين في الصومال او في مقديشو بوجه التحديد عددهم ما يتجاوز 700 أسرة او 700 حالة ما بين أسرة وسنجل، لكن هناك تلاعب واضح من قبل الهيئات. مشكلتنا مع UN ليست مع الصومال مع الحكومة الصومالية، مشكلتنا مع الهيئة الوطنية للاجئين كل 45 يوم تجديد شهادات. الناس ايش تعمل بالشهادات هذه؟ بتشرب ماءها، بتبل الشهاده وتشرب ماءها. الناس بحاجه الى مساعدات. انا اشتي اعرف ما الفرق بين اللاجئ اليمني في بوصاصو واللاجئ اليمني في مقديشو. اللاجئ اليمني في بوصاصو يتحصل شهريا $100 وهكذا في هرقيسة، اضافه الى دور منظمه WFP. لماذا اختفت كل هذه المعونات من اللاجئين اليمنيين في مقديشو؟ لنا سنتين سكتنا، لنا سنتين صبرنا حتى نفذ الصبر. لدينا حالة الأخت وردة آدم شريف، هذه الأخت مصابة بمرض السرطان. UN له أكثر من 5 أشهر بيضحكوا علينا، بنسفرها بنعالجها وكله كذب في كذب. أنا أناشد رئيس الجمهورية وأناشد رئيس الوزراء بالتدخل السريع. إذا لم يستطيعوا أن يعطوا للاجئين حقوقهم فليرحلوا اللاجئين إلى وطنهم إلى اليمن، فالموت في الوطن أفضل من البهدلة في الصومال. هذا واحد. النقطة الثانية في رمضان تابعنا المحافظة، وبالتالي عشان موضوع الراشن طلبنا 1300 حالة، إلا أن النتيجة وصلت إلى مسامعنا أن هناك 100 حالة. لمن توزع هذه 100 الحالة؟ لدينا 160 سنجل أو ما يقارب 200 سنجل، وعدد الحالات ربما 500 حالة. هذا الكشف الحقيقي، ما دون ذلك فهو وهمي. هناك أسر يمنية سافرت إلى ماليزيا، إلى كينيا، بعضهم رجعوا إلى اليمن، والأسماء المدونة في UN فوق 1000 حالة. إذن لمن تروح هذه المخصصات؟ أنا أناشد عمدة مقديشو، محافظ المحافظة، محافظة بنادر، الأخ ثابت عبد محمد، بالتدخل السريع. موضوع الراشن 100 حالة تجيب لنا فتنة ومشاكل فيما بيننا. احنا محتاجين 700 أو 800 حالة في أدنى الحدود، وإننا نعمل خيرا في سيادة المحافظ بأن ينصفنا. ليس من الإنصاف أن تعطوا للاجئين 100 حالة.
هذا وشكرا. أنا يمن كمان وادبتنا ولا دباتنا استمشان برجار عيالك دكسي نومدكتا إسكول نومدكتا وادبات سناي إيجارك والله وحن قديم نواسنا أيضا ضدك أساق هذا يعني والله ما هو ماله وكجيا الله أعلم أدونك وما أنت والله جورك ما هذا كرعابا كهذا كان بري جورك بحاله هو يا مانت وحن قديم نواسنا ilmi waxa la sii waalwaasan yahay ilmi iskaalku waxaan ku kaastamahaasti ilmi guriga ay fadhiyaan waxa soo bi wala waa ka soo asda hadda wala waxaan ku imaaday wala dadkan ka soo qaato umad ilaahay aan hal dar ideemi aan ku imaad meesha maane wallahi oo bilaw talay maanta guriga aado guriga ka baxalay dhooy maanta xaqina waa cunay waxaan qaadanayna muujeedno war ummadaan qaadanaysa Allah wa alam qof qaadanaysa war waa dhibaataysanay ama wadankeena noo celiya xabada nagu dhacday axsan taas noo sharaf badanay inta ku dhimalayn baladkan oo baahi dib